اول دقيقه في المباراه حارس المرمى بيلعب الكره عاليه، هيطلع احمد عاطف هو وحمزه المسلوسي، هيتفوق فيها احمد عاطف ويسندها براسه كده للمهاجم الثاني ارنولد بيا. خلي بالك الكره دي اول كره في المباراه، يعني المفروض ان اللعيبه لسه بكامل تركيزهم. هيستلم ارنولد وهيطلع بقى حسام عشان خاطر يقابله. خط دفاع نادي الزمالك فتوح عمر جابر، وقدامهم حسام اللي طلع يقابل المهاجم. كده بقى الكرة مع مودرن و3 على 3، وده طبعا خطأ جدا في الحالة الدفاعية، لكن خلاص وارد يحصل، واللي حصل حصل. اكيد بقى حسام عبد المجيد دلوقتي هيتدخل علشان يمنع المهاجم ان هو يمرر او يعمل هجمة خطيرة على نادي الزمالك. هنشوف بقى مع بعض كده حسام هيعمل ايه. هنلاقي الراجل مهاجم اضعف فريق في الدوري بيلف عادي جدا بحسام عبد المجيد، بياخد حسام بيلف بيه عادي جدا. تعالى بقى نروح لتاني حالة ودي بعديها بدقيقتين، هنلاقي ان نفس المهاجم بياخد حمزة المسلوسي ويلف بيه نفس اللفة اللي لف بيها حسام، وعدى بقى جدا والراجل راح وشوط. ده يا جماعة بيبين ان قلبين الدفاع مش مركزين من بداية المباراة. بداية المباراة مهاجم اضعف فريق في الدوري متفوق